لم يكن بحاجة إلى دراسة أصول النحت قبل أن يبدأ رحلة الإبداع، فمنذ طفولته لم يدرك سوى متعة اللعب بالصلصال التي كشفت عن موهبته الفطرية ليصبح في شبابه فنان النحت بالصلصال محمود رضوان. المعرض ده أنا بجهز له من سنة 2010. في شخصيات عالمية، نجيب ساويرس، أنجيلا جولي، فيدل كاسترو، تشي جيفارا، أوباما، كتير من الشخصيات الموجودة. حبيت أعمل حاجة جديدة في مصر، إن احنا نعمل شخصيات وكاركترات حاجة شبه المتاحف. فكرة إن هو يمسك الصلصال زي الأطفال لغاية دلوقتي ويشتغل بيه، فده في حد ذاته أولا بيعكس حاجات كتير أوي، إن هو ما زال يعني متمتع بالحياة البريئة دي. محمود برضو بالإصرار بتاعه بالتجربة قدر ان هو يوظف الصلصال العادي من مجرد لعبه بتخلص وتاخد وقتها وتتدمر، الا انها ممكن يبقى عمل فني، والعمل الفني ده فيه صفات العمل الدائم. هو المعرض الرابع للفنان حتى الآن، والجديد فيه تلك المجسمات لشخصيات كان لها بالغ الأثر في التاريخ، فهذا الأديب المصري العالمي الراحل نجيب محفوظ، وهذا القائد الثوري الكوبي جيفارا، وفيدل كاسترو رئيس كوبا لمدة 49 عاما، والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والسادات وغيرهم الكثير. أنا بصراحة ما بعملش الشخصية وشوش بس، بشوف برضو بحاول اقرا عنه معلومات. يعني بصراحه ما فيش شخصيه من اللي موجوده في المعرض الا لما قريت عنها كويس جدا، عرفت تاريخها، بحيث ان انا وانا بعملها ابقى مدرك انا بعمل ايه. يعني في ناس كتير انا عاملهم وعامل فيهم نقط معينه انا عايز اوصلها، ممكن ناس ما تبقاش مدركاها، لكن اللي قرا عن الشخصيه دي هيدركها بسهوله جدا. يعني كل اللي هو عمل لهم تماثيل ليهم تاريخ وليهم رصيد جواه، فعشان كده هو بيقدر يعبر عنهم بشكل جيد، وفي نفس الوقت بيتخير الصوره نفسها اللي هيشتغل منها. في اعمال كمان موجوده بشكل بقى النحات المحترف اللي بيأدي مهمه وعنده القدره ان هو يطلع التعبيرات اللي عايزها، يطلع ملامح الشخصيات اللي عايزها بشكل فائق. طبعا ده كان بياخد مني مجهود كتير جدا من تنزيل صور وعشان اشوفهم ملامحهم 3D بشكل انا محتاجه، وغير ملامحهم، وتطوري انا كمان في مهارتي بالنسبه لاطلع الشخصيه بنفس الشكل. بيبتدي يلون بالصلصال بشكل جيد جدا، يعني لما تلاقيه عامل ملمس او تكشرز للملابس غير البورتريه غير الشعر غير، فده في حد ذاته محاكاه جيده. موهبة محمود في فن النحت بالصلصال أهلته لمشاركة أساتذته في عمل إبداعي واحد رغم صغر سنه. شاركت مع دكتور طاهر عبد العظيم في معرض السيرة النبوية، حضر فيه مفتي ديار المصرية دكتور علي جمعة ساعتها، وكان فيه طبعا حفاوة جميلة جدا من الناس اتجاه شغل الصلصال في اللي كان موجود ساعتها. كان تعاون مثمر جدا، يعني قعدنا مع بعض، كان بيجي لي المرسم وكنا أنا أشتغل الحاجات اللي فيها رسومات وهو يشتغل الحاجات اللي فيها تجسيم، لغاية لما اللوحة بدأت تخرج وتتجسم وتتحرك. نحت الشخصيات المؤثرة في التاريخ لم يكن بالأمر الهين، كما أنه يحتاج وقتا طويلا للوصول إلى الملامح الدقيقة، هذا إلى جانب صغر حجم المنحوت النهائي للشخصية المختارة. ممكن أعمل الشكل مثلا في 2010 وأبدأ أطوره في 2012 وأنهيه في 2014، يعني الشكل ما بيخلصش على طول. مجرد ان انا انقل الملامح ده في حد ذاته نجاح، لان القطع صغيره جدا، فعشان اتحكم في بورتريهات بالسايز ده واطلع الملامح كويسه واقدر ان انا ابقى مقتنع بالشخصيه. افتكر ان انا يمكن اول فنان في العالم مش في مصر بس اللي يعمل معارض بالصلصال ويطلع بيها الكاركترز دي، لان دايما اللي بيشتغل بيه الشمع، والشمع كان عباره ان هم بيجيبوا الشخصيه الحقيقيه نفسها يعملوا من وشها الاسطمبه ويبداوا ان هم يطلعوا من الاسطمبات الشمع. فما كانش فيه اقول النقطه الفنيه شويه، اقول في نقطه فنيه طبعا وفي ابتكار وفي ابداع جميل. انا بعمل الشخصيه من اولها لاخرها دون وجود الشخص، ممكن يكون متوفي اساسا في الموضوع، فطبعا ده بيبقى مرهق جدا عليا ان انا اقدر اوصل للمرحله دي. ولان الموهبه دائما لا يكون طريقها مفروشا بالورود، لم يتخلى الفنان محمود ابدا عن نصائح اساتذته. يجرب في الفوم مثلا، يجرب في الطين، يجرب في اي خامه من الخامات الاخرى، انه ديت ممكن تسبب له او تعمل له نقله اخرى في حياته الفنيه. نفسي يعني يكمل كافتتاح نافذه للتدريس الفني. بكره دايما احسن، وشايف ان دايما نكون متفائلين ودايما نحاول، لان صدقني لما بنحاول بننجح وبنوصل. وتبقى الاراده والعزيمه في تحقيق الاحلام هي الدافع المعنوي الاول لفنان ونحات الصلصال محمود رضوان. من القاهره محمد امين.